السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكاية لما أنا سمعتها بقيت مش مصدق اللي أنا بسمعه. متصلة بتحكي واحد من أحد المشاهير اللي بيحكوا له الستات بتدخل كده وتتكلم معاه وعايزة تقولي اسمك، لا مش هقول اسمي، طب اتفضلي، طب احكي. المهم هي بتحكي، بتقول إن هي عندها 31 سنة. طيب انت متجوزة؟ اه ده انا متجوزة من 15 سنة. ياه، يعني معنى كده ان انت متجوزة وانت عندك 16 سنة؟ ايوه، تمام. وعندها ولدين وبنت وجوزها اكبر منها ب 12 سنة. لما اتجوزته يعني هو يعتبر كده جواز صالونات، لا كانت عارفة حب ولا حاجة. بتحكي عن حكاية عن حياتها ان هي كانت حياة جافة يعني مع جوزها. ان هو راجل اي نعم مش معوزها حاجة، ولكن مفيش رومانسية، مفيش كلمة حلوة. كانت دايما تقول له قول لي حاجة، قول لي كلمة كويسة، قول لي كلمة حلوة. يحتويني، ما كانش بيحتويني خالص. طيب وبعدين تقول لك كمان ان هو كان يعني احتياجاتي زي اي واحدة ست متجوزة. احتياجاتها ان هي يعني في العلاقة او عايزة ان هي يعني هو يقيم معاها العلاقة وكده كطبيعي يعني. ولكن للأسف هو ما كانش يعني في الحتة ديت برضو بيديها حقوقها كتير، وراحوا الدكاترة كتير وكده. المهم تقول لك ان انا نزلت واشتغلت، ولما اشتغلت اتعرفت على واحد، والواحد دوت بقى فيه منا احنا الاتنين يعني مكالمات ونكلم بعض على الواتساب ونكلم بعض بالتليفون وكده. ولكن اللي حصل بقى هنا ان جوزي عرف بالعلاقة ديت، عرف ان انا على علاقة بواحد وان انا بكلمه. عرف انه سمع المكالمة من التليفون، المكالمة الصوتية سمعها، وكانت هنا الكارثة بالنسبة لها. مسكها ضربها، بتقول لك ضربني علقة موت. والكلام ده بتقول لك من امتى؟ من 8 شهور. من 8 شهور الواقعة دي حصلت. عرف ان هي بتكلم واحد تاني. طب ليه ما طلقهاش؟ شوية يقول لها عشان خاطر الولاد، وشوية يقول لها عشان خاطر بحبك. ولكن كل يوم هو بيذكر اسم الشاب دوت والمكالمة اللي حصلت، وبيفتكر ويفكرها، وحياتها تعتبر خلاص بقت جحيم معاه. ولادك عرفوا للأسف، أيوة ولادها كمان عرفوا. وراحت قالت لأخوها، حكت لأخوها علشان خاطر يحل المشكلة ما بينها وبين جوزها ويحاول إن هو يرجعه طبيعي. أخوها قعد معاه يقول له اللي انت بنت شوف انت طالب ايه، لو انت اللي انت عايزه، حتى لو انت عايز تطلقها. ولكن قال له لا علشان خاطر العيال، وانا برضه بحبها. ولكن تقول لك انا لا شايفه حب ولا شايفه حاجه منه. كل يوم والتاني نكد وعايشه في جحيم معاه. تفتكروا هو هينسى؟ تفتكر الزوج هينسى حاجه زي كده؟ ان اللي سمع ان مراته بيتكلم مع واحد، ومكالمة تقول لك كانت مكالمة سخنة بينهم هما الاتنين، هو كان بيقول كلام وهي بتقول كلام، وطبعا سمع الراجل حاجات. هو طبعا استغرب لما سمع ان مراته بتعمل كده. يعني الزوجة ليه تبقى عايشة في الحلال مع جوزها وتخونه وتكلم واحد تاني وتبقى على علاقة بواحد واتنين وتلاتة؟ ولو انت ما بتخافيش من جوزك، يعني ما بتخافيش من ربنا، مش خايفة اللي انت بتعمليه دوت يحصل مع عيالك؟ مهم هي دلوقتي تقول لك انا مش عارفه اعمل ايه ولا اتصرف ازاي، وعايشه في جحيم معاه، ولا هو عايز يطلقني، وفي نفس الوقت الحياه بينا بقت مستحيله. كل يوم بيجيب لي سيره الشاب دوت ويفكرني باللي حصل. نرجع ونقول برضو ان ربنا هنا كشف الستر. الله اعلم بقى انت كنت بتكلميه قد ايه، بقالك مده بتكلميه، ربنا ستر عليكي، ربنا اداكي انذار. ربنا قبل ما بيكشف الستر بيدي للبني ادم ده انذار الاول، كذا انذار على فكره. بيديك كذا انذار. ممكن مرض، ممكن حد من ولادك يعيا، عشان خاطر انت تفكر وتقول لا انا مش هعمل المعصيه اللي انا بعملها. ولما بيلاقيك برضو مستمر على المعصيه، هنا ربنا عز وجل بيكشف الستر. ربنا كشف سترها مع اللي كانت بتعشقه من مكالمة، من مكالمة بس في التليفون.
ولكن هنقول إيه بس غير لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم جدًا، أتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.